السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نتشارك معكم واحد طبق ديال الرز بجنيوحات ديال الدجاج. واحد الطبق اللي تيجي خفيف نزربن، صراحه تيجي زوين ودغيا دغيا تتوجدوه. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم. الا عجبكم بطبيعه الحال بارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم. ودابا خليونا ندوزو مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه هنايا غادي نوجد بعدا واحد هكذايا واحد الشرموله اللي غنديروا فيها الجنيوحات. عندي هنا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الزعتر، شويه ديال التحميره، تقريبا نص معلقه، شويه ديال السكنجبير والملح على حسب الذوق ديالكم. ديروا الصراحه انا غسلتهم بعدا بالملح والحامض، وشويه ديال الثوم يعني محكوكه. الا عندكم ثومه بودر ديروها. والسر ديالهم اللي تعطيهم ديك التحميره وداك اللمعان هو هاد المعلقه ديال العسل، وكذلك شويه ديال الكيتشوب الا عندكم. انا ما كانش عندي ما درتوش. كذلك غنضيف هنا واحد المعلقه ديال لا موطارد. كذلك غنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون. صافي غادي نخلط هاد الخليط هذا، وغادي ندوز فيه الجنيوحات بطبيعه الحال اللي كما سبق وقلت لكم انا غسلتهم بالملح والحامض وديجا كانوا عندي في المجمد. انا هاد العمليه هذه درتها الصباح، وفي الليل وفي العشاء عاد درتهم. يعني خاص ضروري يترقدوا على الاقل واحد الساعتين باش هكذا تيشربوا ديك الشرموله وتيجيو بنانين. المهم انا رقدتهم هنايا وخليتهم حتى كما قلت لكم، رقدتهم هكذايا بالنهار وخليتهم حتى الليل عاد باش درتهم في العشاء. صافي تنحاولوا نشرملوا كاع دوك الجنيوحات كاملين بحال هكا. كيف ما قلت لكم كانوا عندي في المجمد باقيين شي شويه قاصحين. صافي تنحاولوا اننا كاملين هكذا نلبسوهم بهاد الشرموله اللي درناهم. وهاد الشرموله هادي راه تجي زوينه بزاف، وبالاخص بديك الاضافه ديال المعلقه ديال العسل. الصراحه راه تيجيو زوينين، تيجيو ما بين الطيبه ديال الملح والحلاوه، وتيعطيو حتى واحد اللمعان فاش تبغي تحمريهم. صافي كيف ما قلت لكم حتى تنساليو كلشي، وغادي نغطيهم ونخليهم حتى نبغيهم. صافي هنايا من بعد في العشيه فاش بغيت خديت هنا واحد المول ديال الدجاج، فرشت ليه شويه داك ورق المطبخ. بالنسبه للفران عندي تيسخن، انا تندير غير في الفران ديال الغاز. صافي ستفتهم هنايا وغادي نخليهم ندخلهم نغطيهم كذلك بهاد ورق المطبخ. حتى هو ما غندير لا بابي الومنيوم لا والو، غير هذا فزقته واحد شويه. وغادي نحاول انني ندخلو هكذا ندخلو يعني في الجنابه. نتوما غادي تشوفوا كيفاش درت ليه باش يتغطى ليا كامل، ما يخليش الهواء يدوز بحال هكا. صافي وغادي نديرو في الفران ونخليه يطيب. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نوجد معكم الرز. بالنسبه للرز انا عندي الرز كلاصي داك الصفر، غسلته مزيان واحد ربعة حتى 5 ديال المرات بالماء باش ما يبقاش فيه نهائيا داك النشا، وتنخليه ينشف. صافي هنا تندير واحد المعلقه ديال الزبده، كذلك شويه ديال زيت الزيتون، ولا ممكن دير فوق غير زيت الزيتون، ولا ممكن دير فوق الزبده والزيت الاخرى العاديه بحال بحال. صافي غادي نخلي حتى تذوب ليا شي شويه هاد الزبده هادي. نحاول انني ندوبها. صافي هنا من بعد ما ذوبت هاد الزبده كيف ما قلت لكم غادي نضيف هنايا الرز اللي هنايا الصفر، اللي غسلته كما قلت لكم مزيان. غسلته 4 ديال المرات، تنبقى نغسلو نصفيه حتى تنحيد ليه كاع ديك النشا اللي كاين فيه. وغادي نبقى نقلبو نديوه بحال هكا في هاد الزبده مع هاد الزيت. تنقلبو مزيان مزيان حتى تنشفو مزيان، بحال اللي تيبدا محدو هو تيتقلب في هاد الزبده والزيت، محدو وهو تيتبدل ليه شويه اللون ديالو، تيبدا غادي بحال اللي تيذهب. تنديرو ناس العافيه مهيله بطبيعه الحال. صافي وتنبقاو مره هكذا نحركو. هنايا ضفت شويه ديال الملحه، المهم الملحه على حسب الذوق ديالكم. صافي وتنبقى نقلي مره وتندوزو ليه نحركوه ما ننساوش. وبطبيعه الحال ديروه في شي حاجه اللي غير لاصقه، شي طنجره ولا شي حاجه. انا درتو غير في هاد الكاسرونه حيت ما تتلصقش. صافي ها نتوما كما تلاحظوا راه نشف وبدا اللون ديالو تيتبدل. صافي هنايا غادي نضيف عليه صافي غادي ندير الماء، ندير الماء، ندير
حتى تنغطيه. انا تنضيف الماء حتى يتغطى الروز بالماء، ما تيبقاش يبان. الصراحه ما تنعبرش ديك الا درتي كاس ديال الروز، ديال كاس ديال الماء، ما تنديرش انا ديك القضيه الصراحه. صافي تنغطيه حتى تيتغطى كامل بالماء. وهذا عفوا هنايا راه ضفت شويه ديال الخيزو، بعدا نسيت بني انني غادي نضيف خيزو، وغادي نشحرو معاه وصافي. وغادي نضيف الماء كيف ما قلت لكم، غادي نضيف الماء وغادي نخليهم يطيبوا صافي. تندوزو معاه حتى هو بحال هكا واحد شويه، على بحال غير الروز يشرب شويه ديك الحلاوه ديال الخيزو وصافي. وكما قلت لكم تنضيف الماء عادي من الروبيني كيف ما قلت لكم. تنغطيه حتى يعني حتى صافي، حتى يتغطى ليا الروز صافي وتنحبس. صافي وتنخليه على نار مهيله، تنغطيه وتنخليه على نار مهيله، راه تيطيب وتيجي زوين حبه حبه بهاد القضيه هادي ديال اننا تنديروه، تنغسلوه بعدا نحيدو ليه داك النشا ديالو. ومن بعد بهاد ملي تنقليوه شويه تنشفوه، راه تيجي زوين، تيجي حبه على حبه وانتم غتشوفوا معايا. هانتوما كيما لاحظتوا انا غطيته وخليته. هنا غادي ندوز ندير واحد الاضافه ديال الفلفله. عندي هنا فلفله حمراء وخضراء، لا عندكم حتى الوان ديروها. تندير شويه ديال الزيت، غادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار مع شويه ديال السودانيه. دائما دائما نخلط الابزار مع السودانيه، صراحه تيجي واحد المذاق ديالهم زوين. وصافي وغادي نشحر هاد الفليفله، غادي نشحرها مزيان بحال غادي نقليها. عنده هذا البزار مع السودانيه دائما انا تنخلطهم صافي وغادي نشحروهم. هنا بالنسبه للروز ديالنا ها هو كيف ما تلاحظوا، راه ما حركته ما قصته ما مسيتو ما درت ليه حتى شي حاجه. تنقص عليه العافيه وتنخليه مره تندوز نقلبو نشوف واش طيب ولا لا. صافي راه ما تيبقى فيه لا مال حتى شي حاجه. هادو هي الفليفله ديالنا اللي شحرنا، غادي نضيفها تعطي واحد الاضافه زوينه، واحد المذاق رائع صافي. وغادي نخلطها مع هذا الروز وغادي نخليها باش نشوفوا الطبق ديالنا ديال الجنيوحات ديال الدجاج صافي بحال هكا. بالنسبه للجنيوحات ها هما راه خرجتهم من الفران. نتوما الا مثلا بغيتو دوك لاصوص حيدوا ديك المريقه وديروها في شي كسيرينه هكا تتلبى لكم واحد شويه باش يعني دوزو فيها. ما بغيتوه ناشف غادي تديروا دوك الجنيوحات ترجعوهم للفران، تزيدوا شي شويه يحمروا صافي. ها هما من بعد ما تحمروا. وديك المريقه صراحه انا خليتها درت لهم فواحد الزليفات هكا، اللي بغى يدير هكا شويه فوق الرز يديرها. كيف ما قلت لكم الا ما بغيتوهاش بغيت تخليوهاش ترجعوه للفران تينشف كامل داك الماء، ما تيبقاش فيه. راه تيجي واحد المذاق اللي فيه اللي زوين بزاف. نتمنىكم تجربوه وتخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. بارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم الاحباب ديالكم بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو. فضلا منكم وليس امرا، والسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.